يا رب يجعل يومكم مليان خير وسعادة. معاكم هناء من مطبخي لبيوتكم. هنعمل وصفة سهلة ولذيذة وتفتح النفس وتفرح قلبكم. معانا هنا هو بقى نص كيلو فراخ، صدور فراخ تكون مقطعة، وعندنا تشكيلة خضار، فلفل وبصل وطماطم وفلفل ألوان طبعا، وبصل وطماطم. أنا حاطة بصل أخضر، واي حاجه بقى، اي حاجه زياده انتوا عايزين حطوها. هحط هنا اهوت معلقتين زبادي، وهنحط بقى حبه صوصات كده بتخليها حلوه قوي. الاول هنرش فلفل اسود، وهنرش بابريكا مدخنه، لازم بابريكا تبقى مدخنه بتديها ريحه حلوه قوي وطعم حلو. وهنا هنحط حبه صويا صوص، وخلي بالكم عشان ده بيبقى حادق، يعني خلي بالكم وانتوا بتحطوا الملح. هنحط هنا باربيكيو، يعني زي كله كده زي معلقة. وهنحط حبة مستردة برضو معلقة. بعد المستردة هنحط ليمونة. الليمونة طبعا بتطري الأنسجة وبتخليها حلوة، طبعا ريحتها تبقى حلوة. وهنا حتة تومة، أهم حاجة دي بقى التومة في الشاورما، لازم حتة تومة. وهنا هنحط الملح، خلي بالكم من الملح. بص انا ما حطيتش كتير لان الصويا صوص بتبقى حادقه. هنا بقى عندنا طاسه على النار، وهنحط كده 4 معالق زيت. وهنا بقى ديت يا ريت التتبيله دي تقعد عندكم ساعتين، يا ريت تعملوها من بالليل حسب ظروفكم، بتبقى احلى طبعا، والانسجه بتطرى وبتبقى جميله، بتبقى حته الفرخه حلوه قوي. هنا بعد الطاسه ما الزيت ما يسخن، هنحط بقى كمية الشاورما اللي عندنا. ما نقلبهاش بقى، نسيبها كده شوية، ما نقلبش فيه عشان ما تنزلش العصارة اللي فيها. نغطيها كده هوت ونسيبها كده هوت زي 5 دقايق. بعد كده نبقى نقلب فيها، لان احنا لو قلبنا فيها من دلوقتي العصارة هتنزل. هي بصوا نزل مكان الزبادي وكده هوت والصوصات، تنزل، لا بحط لها ميه ولا اي حاجه، هي تنزل حبه العصاره اللي هم مكان الزبادي ومكان الصوصات اللي حطيناها وتشربهم. بعد كده بقى بعد ما تنشف هنحط الخضار اللي احنا عملناه كده. خلاص هي استوت. هنديها بقى تقلبتين بالخضار وكده. بصوا انا بوريكم بصل وفلفل الوان وطماطم وبصل اخضر وفلفل الوان وطماطم وفلفل اخضر كمان. بصوا انا هنا هوت برضو لازم تنكهوا الخضرة دهية، فبحط عليها حبة كزبرة وحبة البهارات 7، ولازم كده تنكهوها عشان تبقى حلوة برضو. نقلبها كده، ناخدها تشويحتين، خلي بالكم ما تزودوش النار عليها قوي على اساس ان الخضار ما يتبلش معاكم. هي تقلبتين تشويحتين، خلاص كده الدنيا بقت زي الفل. بصوا انا بوريك اهو ان هي ما فيهاش ولا عصارة ولا اي حاجة ولا الخضار. ما تستنوش لما الخضار ينزل مية عشان هي فيها طماطم، ويا ريت تبقى الطماطم جامدة. هي دي الطريقة المظبوطة للشاورما. تمام كده. بصوا انا بقرب الكاميرا عليها، الخضار هو زي ما هو شكله حلو قوي. طفينا عليها. هناخدها بقى معانا العيش تورتيلا، طبعا انا جايباه جاهز وكان عندي تومية. هنقلبها كده وندهن الرغيف من تحت. طبعا عيش التورتيلا ده بيبقى حلو ويا سلام، لا لما نحمص وشه بيبقى طعمه حلو قوي، زي احلى من الشاورما اللي بنشتريها من بره. هنحط بقى كده اهوت. بصوا الخضار يعني زي ما هو، ازاي طعمه حلو قوي. هنقفل بقى، انا نسيت كنت بوريها لكم. هنقفل وهنلف كده الرغيف ونقفله من الجناب بطريقه كويسه عشان ما يفكش ولا يتقطع ولا اي حاجه. هنعمل واحد تاني وبعد كده هنحمصهم اهو. نحط الكميه ونقفل عليه واهو زي الفل، واحلى من بتاع بره كمان. هدهن الوش زيت بالفرشة وادخله، انا حطيته في الفرن، واجي اهوت جميل قوي، والعصارة بتاعته جميلة. بصوا جميل ازاي.
وجوسي اهوت. بصوا عاملين ازاي، شكله حلو زي الفل. يا ريت تجربوا الطريقة ديت، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. مع السلامة.